شايفين ما شاء الله؟ سامعين الصوت ده؟ انا بحب القراقيش بقى فيها قطمه كده، تحس ان هي زي ما نقول عليها فقش. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده القراقيش. هعملها بالملبن وهقول لكم ازاي تعرفوا تحشوها ملبن كده. هعملها كمان بالعجوه. أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده فما فيش مانع لما نعملها تاني. يلا زيادة الخير خيرين. وهقول لكم على المقادير اللي تطلع معاكم حلوه، ولا هي ناعمه قوي ولا هي خشنه قوي، بتبقى مظبوطه بالظبط. يلا نشوف هنعمل ايه. هجهز العجوه. هضيف لها حوالي معلقه سمسم ومعلقه سمنه. انا فكيتها دقيقه في الميكرويف علشان بس تبقى طريه كده، وهخلطهم مع بعض. خلطتهم مع بعض كويس. هجهز بقى الملبن علشان ما نضيعش وقت. انا كان عندي نص كيلو، طلعه شكله كله مره واحده علشان زي ما قلنا ما نضيعش وقت. علشان اسهل على نفسي تقطيع الملبن هستخدم نشا. قطعت الملبن كله. هبدأ اجيب قطعة كده وهعملها رول. شكلت كمية الملبن كلها. الاول هجيب نص كوباية لبن دافية، ادوب فيها معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة، بس معلقة مش مليانة كده. مقدار كيلو الدقيق. هسيبها على جنب. معايا كيلو دقيق هنخله كويس. بسم الله. عليه رشة ملح بسيطة، حاجة بسيطة كده. 200 جرام سمسم بمعدل كده 5 معالق كبار مليانين. كوباية زيت 200 جرام اللي هو مج الشاي العادي ده. وكوباية سمنة سايحة 200 جرام. ممكن تستبدلي الزيت بسمنة او العكس على حسب امكانياتك. وهبسهم الاول مع بعض. بسم الله. هبسها 5 دقايق لحد ما اوصل للقوام ده. نيجي نعجنها كده تلاقيها عجينة. الوقت ده هضيف الخميرة اللي احنا عاملينها. بسم الله. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهجيب بقية الكوباية الحليب. بسم الله. وهضيفها يعني نص كوباية كمان. كده ضفت كوباية حليب. هشوف لو احتاجت تاني هزود. بسم الله. هفتح عليها كده اشوفها محتاجة حليب تاني. بسم الله. بصوا العجينة لسه قاسية، فانا هزود لها نص كوباية مية. بسم الله. مية دافية. بسم الله. متاخدش عجن كتير، يدوبك بس المكونات تختلط مع بعض ويكونوا العجينة. هي دي العجينة المظبوطة. اخدت معايا مج لبن ونص مج مية. لبن اللي هو حليب يا جماعة. عندنا في مصر بنقول عليه لبن، انما في دول الخليج بيقولوا عليه حليب. اقطعها اجزاء واعملها رولات كده. احطهم بكيس نضيف عشان العجينة ما تنشفش. كده دي نص الكمية عملتها رولات كده اللي هحشيها ملبن، ونص الكمية التانية دي هغطيها. دي اللي هحشيها عجوة. اول قطعة كده بفردها بالنشابة اسهل اختصارا للوقت. هجيب الملبن. بسم الله. وهضيفه هنا كده. وهبدأ ألف رول. بسم الله. هقفل الأول على الملبن كويس.
وهقفل الطرف كده. وبعدين هقوم مديها ضغطة كده. قطعها بقى على حسب راحتك، ممكن تقطعها طويلة صوابع كده او صغيرة زي ما بنشتريها كده من المحلات. عملتها الشكل المربع ده علشان اميزها عن العجوة، وهرصها في الصينية على طول. كده شكلت اللي بالملبن كله، نشيله كده على جنب ونبدأ نعمل اللي بالعجوة. هجيب كيس كده ونحط كيس كده كمان فوقها وهفردها بسم الله. لما بنحط كيس فوق وكيس تحت كده بتسهل علينا علشان ما تلزقش. بصوا فردتها بالشكل ده كده. هشيلها على جنب. هجيب العجوة واقوم حطها عليها كده. هلف وهدمج. خلصت الكمية اللي معايا. هبدل الصاجات كده، اجيب اللي شكلته في الاول فوق عشان اول ما يخمر اسويه، واغطيهم بدفايه نضيفه واسيبه يخمر حوالي ساعتين كده. القراقيش بعد ساعتين ما شاء الله اختمرت اهي. هسخن الفرن على درجة حرارة 200، بتاخد تسوية 35 دقيقة بالظبط. اوريها لكم بعد ما تستوي. كده ما شاء الله القراقيش استوت، اخدت في الفرن 35 دقيقة بالظبط. لما تبرد اوريها لكم. كده التانية كمان استوت. هسيبهم بقى يبردوا خالص وبعد كده نشوفهم. سبتها بردت في الصاج خالص. ما شاء الله شايفين اللي بالعجوة عاملة ازاي؟ حلوة جدا ما شاء الله، وبألف هنا. بصوا ما شاء الله، هي كده ولا ناعمة ولا خشنة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.